عسلامة أو مرحبا بكم الناس الكل. مباراة المبرمجة بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري كيف ما نعرفوا الناس الكل هي مباراة ودية قصد التحضير لنهائيات كأس أفريقيا كوت ديفوار 2024 بعد ما ضمنوا المنتخبين تصدرهم لمجموعاتهم وتعزيز ترشحهم للنهائيات. لكن اللي نعرفوه زادة إنه المباريات بالشكل هذا خاصة ما بين منتخبات تونس ومصر والجزائر والمغرب ديما تاخذ مباراة طابع رسمي يكون فيها رهان كبير يمكن حتى أكثر من المباريات الرسمية. المباريات هذه عبارة على دربيات والتاريخ أكيد باش يسجل كل خسارة وربح، وكيف ما نعرفوا التاريخ ما يرحمش. كيف الجماهير سواء التونسية أو المصرية والإعلام ماهوش باش يرحم حد في مناسبات ودربيات كيف هذا اللي يمكن يوصل إلى حد أنه المدرب تقع إقالته في بعض الأحيان بعد مباراة مباشرة. وبصفة عامة المدربين في المناسبات هذه يقوموا بتصريحات نقص من الضغط عليهم وعلى الجماهير، والمرة هذه التصريحات بدات من الجانب المصري. في الفيديو هذا باش نشوفوا شنو قال مدرب منتخب مصر روي فيتوريا بخصوص مباراة تونس، وهل أنه يقصد فعلا التصريحات اللي أدلى بها أو هي مجرد تصريحات باش ينقص على روحه الضغط وعلى الجماهير ويتملص من المسؤولية. لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديدنا. مباشرة بعد مباراة منتخب مصر ضد المنتخب الأثيوبي والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا كوت ديفوار 2024 قام مدرب منتخب مصر بتصريحات لقناة اون تايم سبور بخصوص المباراة المبرمجة ضد المنتخب التونسي، وحكي على مدى استعداد فريقه لخوض هذه المباراة، حيث قال أن الظروف المتواجد فيها منتخب مصر حاليا ليست الظروف المثالية للمنتخب من أجل الإعداد للمباراة هذه، وما عنده حتى شك أن المباراة باش تكون صعبة جدا أمام المنتخب التونسي، وأنه منتخب نسور قرطاج يمتلك فريق ولاعبين ذو إمكانيات ممتازة وهو منتخب صعب المراس. وقال أنه رغم هذا الكل باش يحاولوا يدخلوا المباراة بشكل قوي جدا وباش ينافسوا لاعب المنتخب التونسي رجل لرجل. تصريح روي فيتوريا بخصوص ظروف المنتخب المصري غير المثالية جاءت بسبب انه الرباعي اللي كانوا اساسيين في مباراة اثيوبيا باش يغادروا تربص المنتخب المصري، وهما كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المؤمن ومحمد هاني ومروان عطية اللي باش يلتحقوا بنادي الأهلي للتحضير لمباراة السوبر الأفريقي مقررة يوم 15 سبتمبر المقبل. كذلك باش تشهد المباراة غياب لاعب نادي بيراميدز محمد رضا بوبو اللي تم استبعاده من المعسكر بقرار فني من قبل البرتغالي روي فيتوريا، علاوة على تأكد غياب محمد حمدي بسبب إصابته بتمزق في الأربطة عقب مشاركته في مباراة أثيوبيا. الحقيقة وضعية صعبة المدرب روي فيتوريا بغياب 5 ركائز أساسية في المواجهة المنتظرة بين تونس ومصر، لكن في الآن نفسه سيعزز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منتخب الفراعنة في هذه المباراة، واللي فضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة ضد أثيوبيا تمهيدا لمشاركته في لقاء تونس الودي يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة. لهنا نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة. ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديد.